السلام عليكم. الإعلامي السعودي وليد الفراج يفضح عبد الله السعيد بعد تطاوله على النادي الأهلي، ويسخر ويهاجم مرتضى منصور. شاهد ماذا قال. ولكن قبل أن نبدأ عطروا فمكم بذكر الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. بعد حديث عبد الله السعيد لموقع أتلتيكا الأمريكي الذي قال فيه: توصلت لاتفاق مع الزمالك ووقعت عقدا معهم، عندها شعرت إدارة النادي الأهلي أنهم في ورطة وعرضوا علي الاستمرار وتلبية شروطي كلها، لكنني فوجئت بتجميدي في اليوم التالي. لديهم في الأهلي اعتقاد بأن تقرير مصير اللاعبين حق لهم، لذا فإن توقيعي للمنافس قتلهم، ولا أعرف لماذا يلاحقني الأهلي. لعبت للفريق لمدة 6 أعوام وكنت محترفا للغاية. فقد دخل على الخط الإعلامي السعودي وليد الفراج وأدلى بتصريحات لقناة MBC وقال: حديث عبد الله السعيد أثبت أن الإعلام الرياضي في مصر إعلام الفسكونيا. عبد الله السعيد اتكلم في موقع أمريكي ضعيف، جعلوا صحيفة إنجليزية. طيب فين صورة الصحيفة؟ ما فيش أي حاجة. طيب هاتولي أي رابط، مش بيجوبوا أي روابط. طيب يا إعلام الزريبة يلا عايزين تلعبوا في الدوري السعودي، إعلاميين لا علم ولا فهم ولا أخلاق. هو عبد الله السعيد ده لعب في الزمالك وأنا معرفش. جمهور الزمالك ده غريب بيدافع عن عبد الله السعيد وكأنه ابن الزمالك، ولا جايز عشان اتصور مع أولاد صاحب النادي صورة ب40 مليون. الحقيقة الأهلي هو الفايز الوحيد في حوار عبد الله السعيد، والزمالك قايم بدور المشجع لا عبد الله السعيد. بس هنا السؤال المهم لعبد الله السعيد: دفعت كام للموقع الأمريكي الضعيف عشان تعمل مع الحوار دوت؟ أو مين اللي دفع له أو اتوسط ليه؟ أصل مش معقول الموقع هيسيب كل لاعبين العالم المشهورين والدوريات الكبرى وكاس العالم قادم ويجي هذا الموقع الأمريكي يعمل حوار مع عبد الله السعيد. كان الأولى يعمل حوار مع ميسي ولا كريستيانو أو صلاح. بس أنا هقول لكم، الأهلي كان أكبر مستفيد من أزمة عبد الله السعيد. قدر يفرض نظام صارم ويحافظ على سقف المرتبات رغم السخرية وقتها، لكن التجربة أثبتت نجاح كبير والكل بيحاول يمشي على خطاه حاليا. بداية التخلص من العواجيز وبناء جيل جديد. على صعيد الإنجازات الأهلي كسب كل حاجة محليا وقاريا ودوليا. أنا عايز أعرف عبد الله السعيد عمل إيه بعد ما مشي من الأهلي؟ ده ما أخدش ولا بطولة سواء محلية أو قارية. وأنا بصفتي إعلامي سعودي أحب أقول لكم إن عبد الله السعيد أما لعب في الأهلي السعودي كان مستواه ضعيف قوي، وكان في معظم الأوقات ما بيلعبش أساسي، ولو لعب أساسي ما كانش بيقدر يكمل 90 دقيقة. لذلك هو كره حياته وطلب الرحيل من الدوري السعودي، وإدارة الأهلي السعودي وقتها قالت له بالسلامة مش عايزينك، فراح مضى مع بيراميدز. مش ده الإعلام المصري اللي بيقول عليه أحسن لاعب في مصر؟ أهو فشل في الدوري السعودي. أنا عارف إن مرتضى منصور هيطلع يهاجمني إن أنا بسخر من الزمالك، بس هي دي الحقيقة. الأهلي في حتة تانية خالص، والزمالك معروف حجمه الحقيقي. الأهلي لما قابل الهلال السعودي كسب الهلال السعودي في كاس العالم للأندية بال4، أما الزمالك بطل الدوري. أما قابل الهلال السعودي في كاس لوسيل الهلال اداله فوق دماغه. والله يكون في عون الزملكاوية اللي رئيسهم مرتضى منصور، اللي احنا هنا في السعودية كل ما بنسمع تصريحاته بنفضل نضحك عليها، لأن مرتضى منصور وصل لحالة من السخرية بسبب التصريحات اللي بيقولها. والله ده بيقول كلام الواحد يتكسف يقوله وبيطلع على الشاشات عادي. أنا مش عارف الدولة المصرية سايبة واحد زي ده ليه؟ بجد حاجة مقرفة إن كل يوم نسمع تصريحات من مرتضى منصور يسيء بها للنادي الأهلي والخطيب والشخصيات عامة، والدولة سايباه يقول اللي هو عايزه. ده هو هنا لو في السعودية كنا قمنا عليه الحد. وفي النهاية لو أنت محب للنادي الأهلي اضغط لايك على هذا الفيديو ولا تنسى الاشتراك في القناة ليصلكم جديدنا.